الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسيد الدنيا جميعا محمدا الذي بعثت رحمة وأرسلت فينا نعمة واتخذت لنا يوم نلقاك شفاعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الذين اتبعوك واتبعوا النور الذي أنزل معك. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، من كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام، ومن باب أولى فلا سلام ولا كلام. نعم، تفضل. أما بعد، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، قديما قالوا التاريخ ذاكرة الأمم، ويرحم الله شوقي مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عيا في الناس انتسابا، أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي انقضابا. ورب العالمين جل وعلا قال في كتابه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال في كتابه: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، منذ
يعلم السامعون له. هذا يؤيد وذاك يعارض، هذا يوافق وهذا يخالف، هذا يخوف وهذا يكفر، هذا يقول له لا وهذا يقول له لا، هذا يقول له انت من الفلول وهذا يقول له انت من كذا وكذا. وتحولت المساجد الى حلبة صراع، وكأننا في حلبة صراع للمصارعة، ونسينا ان بيوت الله لا يجوز فيها الخلاف ولا الشقاق ولا النزاع. فكان لزاما علي ان اقف وان اعود الى التاريخ وان اعود الى عظمائنا الذين ملأوا الارض نورا وعدلا وهدى. وصدق ربنا: اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. احباب محمد صلى الله عليه وسلم، هل تأذنوا لنا ان يكون لقاؤنا اليوم مع عظيم من عظماء هذه الامه، مع عظيم من عظماء هذه الامه قضى عمره كله رافعا راية الاسلام، لم يركع الا لله ولم يحن الرأس لغير الله رب العالمين. هل تأذنوا لنا ان يكون لقاؤنا اليوم مع عظيم من عظماء هذه الامه قضى عمره كله منحازا لامته، مدافعا عن دينه، مدافعا عن اسلامه، رافعا راية القرآن، لم يحن الرأس الا لله رب العالمين. عظيمنا اليوم الذي نقف معه، عظيمنا اليوم الذي نقف معه ليس فردا واحدا، بل هو أمة في فرد، ليس لحما ودم، إنما هو أمة من العظمة وتاريخ من العزة وأجيال من النضال والجهاد في سبيل الله رب العالمين. عظيمنا اليوم الذي نقف معه قضى عمره كله الذي يزيد على 1000 عام يدافع عن دين الله رب العالمين. حاول الطغاة في كل زمان ومكان واصحاب السطوة في كل زمان ومكان ان يجعلوه ملكا خاصا له، يتحدث بألسنتهم ويدافع عن آرائهم ويتكلم بألسنتهم، فأبى إلا أن يقول: أبي الإسلام لا أبغي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبى إلا أن يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هل عرفتم هذا العظيم أحباب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أظنكم جميعا عرفتموه بعد الهجمات التي نزلت عليه من المشارق والمغارب، تريد أن تنال من علمائه وأن تنال من عظمائه وأن تدوس في التراب تاريخه، وأبى الله رب العالمين إلا أن يرفع في العالمين ذكره. هو القبلة الثانية كما سماه مولانا أبو الكلام آزاد عالم الهند الأشهر رحمة الله عليه، حينما قال: إذا كان للمسلمين قبلة يتجهون إليها كل يوم 5 مرات، فإن لهم قبلة ثانية يتوجهون إليها كلما نزلت بهم الخطوب أو ألمت بهم المصائب أو تكالب عليهم الأعداء. عظيمنا اليوم قال فيه شوقي رحمة الله عليه: قم في فم الدنيا وحي الأزهار وانثر على سمع
شيء منكرا، ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمرا. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. تداخلوا من الصفوف الأمام قليلا، جزاكم الله خيرا. والله ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. سيسع هذا المسجد أضعاف هذا العدد إذا تزاحمنا وتقاربنا. تقاربوا تراحموا يرحمنا ويرحمكم الله رب العالمين. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، عظيمنا اليوم الذي نقف معه، وهذه الخطبة أقدمها لشبابنا خاصة ليعرفوا عظماءهم ويعودوا إلى دراسة تاريخهم ويرجعوا إلى تاريخهم القديم، يعرفوا عدوهم الأول. ليس للمسلمين عدو من بيننا، إنما أعداؤنا من خارجنا. أعداؤنا يتربصون بنا، أعداؤنا يقفون على حدودنا، أعداؤنا ينتظرون فرصة منا. سترون ذلك ونحن نقص عليكم تاريخ هذا العظيم الأزهر الشريف. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، دخل الإسلام مصر سنة 18 هجرية، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب8 سنين، واكتمل فتح مصر سنة 21 هجرية. أقيم في مصر أول مسجد وجامع في أفريقيا كلها، أول جامع في أفريقيا كلها أقيم في مصر، جامع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. واصبح هذا المسجد منارة العلم وشعاعا وشمسا تضيء للسائرين وللحائرين الطريق. ظل هذا المسجد منارة الإسلام، فيه يجلس القضاة، فيه يعلم المعلمون، فيه يفتي المفتون، منه تنطلق كتائب الإسلام شرقا وغربا. ظل هذا الحال إلى أن جاء الحكم الفاطمي الشيعي إلى مصر بقيادة القائد جوهر الصقلي، ودخلت خيول الفاطميين الشيعة مصر سنة 358 هجرية. وبعد سنة واحدة وضع جوهر الصقلي حجر الأساس لمسجد جامع يكون منارة للفكر الشيعي، ويوزع على الدنيا فكر الشيعة شرقا وغربا. ورصد له أموالا طائلة وأموالا ضخمة، وأوقف أموالا لا تحصى ولا تعد ليصبح الأزهر مكانا ينطلق منه فكر الشيعة إلى العالم. وسخر القدر منه، وسخر الله رب العالمين منه. تركهم يبنون ويشيدون وينفقون ويستخدمون العلماء من الشرق والغرب، ويأتون بالكتب من المشارق والمغارب. سخر منه. أتدرون لما؟ لأن الله جعلهم يبنون ويشيدون وينفقون أموالهم، وفي حساب القدر أن هذا المسجد سيكون سببا في قبره، وهذا المكان سيكون سببا في نهايتهم، وهذا البيت سيكون سببا في هلاكهم وخروجهم من مصر. ظل الأزهر 200 سنة يدرس الفكر الشيعي ويعلم التشيع. بعد 200 سنة اصدر الحق حكمه بتحويل المسار وتغيير الطريق، وجاء رجل قيده الله للإسلام، هو صلاح الدين الأيوبي. نسي أنه كردي، ونسي عصبيته، ونسي أصله، ونسي فصله، وتذكر شيئا واحدا فقط، تذكر أنه مسلم. لسان حاله يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. صلاح الدين
الجمعة في جامع الازهر وحولها لمسجد عمرو بن العاص، ومنع دعاة الشيعة من الازهر والغى كتبهم، ومن يومها اصبح الازهر مدرسة يعلم مذاهب اهل السنة وجماعة المسلمين. من يومها اصبح الازهر يعلم علوم علماء الاسلام، مالك واحمد والشافعي وابن حنبل وابن جرير الطبري والبخاري ومسلم وعلماء الاسلام العظام. وتوقفت الجمعة في الازهر 100 سنة لحد ما جاء الظاهر ببرس رحمة الله عليه وأعاد إلى الأزهر أوقافه وأملاكه وأنفق عليه إنفاقا عظيما، وأعاد إليه الجمعة فيه، ونصب له العلماء ووظف له الفقهاء، وامتلأت ساحاته بدروس العلم. ومن يومها أصبح الأزهر منارة الإسلام في مصر، منارة الإسلام لا يخبو نورها ولا يخبو نوره، لا تنزل رايته ولا تنزل رايتها، لا تنطفئ أبدا شمسها، شمس مصر ولا شمس الإسلام ولا شمس الأزهر الشريف. تعال شوف علماء الأزهر جولة سريعة. دخل الصليبيين العالم الإسلامي ودخلوا القدس الشريف وحولوا بيت المقدس لاسطبل للخيول، وحولوا المسجد الاقصى اسطبل للخنازير، وقتلوا بيت المقدس 70,000 قتيل ما بين رجل وطفل وشيخ كبير وامرأة في اسبوع واحد. 70,000. وبدأ العالم الاسلامي يتساقط واحدة تلو الاخرى، ولم يبق في العالم الاسلامي الا مصر. وتقدم صلاح الدين وتقدم شيوخ الازهر معه، واذا بهم يتقدمون الصفوف ويقدمون ارواحهم ويدفعون الناس الى الجهاد في سبيل الله، جهاد المحتل الغاصب الذي احتل الارض واهلك الحرث والنسل وقتل الولد والوالد وسفك الدم وهتك الارض وناس المقدسات. وفي حطين وبقيادة صلاح الدين الايوبي ملك مصر والشام تحطمت اسطورة الصليبيين وتمرغت في الارض، وقتل امراؤهم واسر ملوكهم، وانتهت راية الصليبيين من بيت المقدس، وعاد بيت المقدس موحدا كما كان موحدا. جاء التطور الى العالم الاسلامي من بخارى وسمرقند، ما مروا على بلد الا دمروه، ولا مسجد الا احرقوه، ولا رسالة الا هدموها. دمروا العالم الاسلامي شرقا وغربا، من بخارى وسمرقند وطاجكستان وافغانستان وباكستان وايران وبغداد ودمشق وفلسطين، ووقفوا على مشارف سيناء، وارسلوا الى سيف الدين قطز الذي لم يمضي على حكمه على مصر الا 10 شهور. ارسلوا اليه رسالة يريدون له فيها ان يسلم تسليما ذليل ويقطع خضوعا سليم ويستسلم استسلاما ذليل، ولكن اين له ان يهرب؟ قالوا له خيولنا سوابق، سيوفنا صواعق، عددنا كالرمال، قلوبنا كالجبال، اين تسرون؟ عليكم بالهرب وعلينا الطلب، اي ارض تأويكم واي بلاد تحميكم. وجلس الشاب سيف الدين قطز وجمع رجال حرب وجمع العلماء، وتقدمهم شيخ المالكية ابن دقيق العيد، وسبقهم سلطان العلماء العز عز الدين ابن عبد السلام. ماذا تريدون؟ ان اسلم؟ فبتسليم مصر يستسلم الاسلام شرقا ورا
الدين بن عبد السلام بقول الله رب العالمين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قالوا له لكننا قليل. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قالوا له نحن فقراء. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قالوا له نحن ضعفاء. فقال لهم إن الله هو القوي العزيز وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم قالوا له يا إمام من أين نأتي بالأموال وخزانة الدولة فارغة ليس فيها ثمن سيف ولا ثمن رمح والبلاد في مجاعة منذ أيام وشهور. قالوا له سيأتي الله بالفضل من عنده. قالوا له انزل الشوارع وادعو الناس إلى الإنفاق وإلى دفع الضرائب وتقديم الأموال. قال لا والله لا أفعل أبدا. قالوا له لماذا ومن أين ننفق؟ قال لهم أولا قبل أن أدعو الناس أدعو الأمراء وقادة الجند وعظماء البلاد وأغنياء أن يقدموا أموالهم وما عندهم من حوائط ذهبية وما عندهم من أموال وكنوز. فإذا تساووا هم وعامة الناس في المال نزلت إلى الشارع وبدأت بنفسي وأنفقت قوت يومي وتصدقت بما أنبته لا بما أدخره. مش بما أدخره بس لا بما أدخره وما أنبته وما أكله وما يأكله أولادي. وبدأ السلطان بنفسه. قال له يا إمام تقدم هذه مفاتيح بيتي هذه مفاتيح كنوزي. اسمع نساء اسمع الشوارع اسمع العبيد خذ كل ما تشاء خذ كل ما تريد. انا اول من يقاتل التتار بنفسه. وتجمع الناس وتجمع الفقراء وتقدم العلماء الصفوف. وكان يوم 25 من رمضان لقاعا ما شهدت الارض مثله لقاعا في عين جالوت. وقفت الارض كلها امامه شاهدة على عظمة الله الواحد الاحد على معجزة تحدث للانبياء واتباع الانبياء. بعد صلاة الجمعة يبدأ القتال وفي اثناء القتال وقبل المبيت يصرخ الصارخون الله اكبر قتل كتب غنوين قائد التتار وانهزم التتار ويقول التاريخ لم ينجو من جيش التتار احد. هذا هو الازهر وهذه مصر وهذه رجالها احباب محمد صلى الله عليه وسلم. هل توقف هنا؟ لا. سار التاريخ وكبر العز في السن واستشهد السلطان سيف الدين قطز وهو عائد الى مصر. لم يفرح بالنصر ولم يرى النصر لانه لم يعمل لنيشان ولم يعمل لشهادة من احد ولم يعمل يريد دنيا انما عمل من اجل الله رب العالمين. استشهد في الطريق وهو عائد وتولى الحكم الظاهر بمصر. وبعد سنوات قليلة جاء لويس التاسع ملك فرنسا يجر جيوشا جرارة يقود الحملة الصليبية السابعة متوجها الى مصر بالذات. ليه؟ كل الحملات الصليبية اللي سبقت الستة بدأت بالشام وبدأت ببيت المقدس واتحطمت عند مصر. لويس التاسع عمل ان هو تفهم قال لك ابدأ بمصر وحطم الصخرة فاذا استوليت عليها استوليت على العالم الاسلامي كله. انظر جاء لويس التاسع الى مصر ملك فرنسا. انت خلي بالك معايا شفت الاعداء بالبداية من ايه؟
طالعين من اوروبا حملة صليبية على بيت المقدس تقتل في بيت المقدس 70,000 في اسبوع. حملات صليبية تدمر العالم الاسلامي. التتار يتقدموا بتحالف مع الصليبيين للسيطرة على العالم الاسلامي ودمار العالم الاسلامي. حملة صليبية 7 بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. ده بيديك ايه؟ ده بيقول لك هو ده العدو الحقيقي، هو ده العدو المتربص بينا، هو ده العدو المنطوي على الاموال. نحن اخطأنا خطأ فادحا، نحن جرمنا الى معركة وهمية، جرمنا الى معركة وهمية. قتل الواحد فينا اخاه، وقتل الواحد فينا صديقه، وقتل الواحد فينا قريبه، وهذا ما يريده الاعداء منا. منذ اسبوعين او 3 وانا بصدر خطبه من الخطب صدرت فيها من الاصحاح 19 من سفر اشعياء المكتوب من 3000 سنه، وذكرت فيه البند التالي اللي بيتكلم عن مصر، والاصحاح كله بيتكلم عن مصر 22 فقره. الفقره الثانيه فيه بتقول احرج المصريين بعضهم على بعض، فيقتل الرجل اخاه، ويقتل الرجل صديقه، ويقتل الرجل قريبه، وتقتل القريه القريه، والمدينه المدينه، والحصن الحصن، حتى لا يبقى احد الا يشك في اخيه. ده مكتوب من 3000 سنه. ايه الحكايه؟ احنا بننسى ولا ايه؟ اعدائنا ضحكوا علينا، صدرنا الصنم الذي يعبد من دون الله، صدرنا الصنم اللي سموه الديمقراطيه وهتشوفوه دلوقتي، ولويس التاسع بيتكلم عنه، ونابليون بونابرت بيتكلم عنه، والامريكان بيتكلموا عنه، والاوروبيين بيتكلموا عنه. عشان ايه؟ عشان ننسى العدو الحقيقي اللي ربنا قال فيه ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتكم بالسوء وودوا لو تكفرون. يريدون منا ان ننسى العدو الذي قال فيه ربنا افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون منا ان ننسى العدو الحقيقي الذي قتل في بيت المقدس 70,000 قتيل، اللي قاد الحرب العالمية الثانية، اللي دمر العالم بالنووي، اللي دمر العراق وقسمها فرق واحزاب، اللي دمر عالمنا الاسلامي افغانستان وغيرها. هؤلاء جميعا يريدون منا ان ننساهم وان نغفل عنهم. وويل لأمة تغفل عن عدوها. اسمع لرب العالمين جل وعلا وهو يحذرنا من الغفلة. خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. هذا العدو حذرنا الله منه فقال لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وطلع انهم يدخلونا الشقاق والنزاع. تدخل الجامع تلاقي الصف الاولاني بيتعارك مع الصف الثاني، تلاقي اليمين بيتعارك مع الشمال، تلاقي احمد بيتعارك مع محمد، تلاقي زيد على تمسك في عم. ما الذي حدث؟ ما هذا امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن الامة التي قال فيها ربنا كنتم خير امة اخرجت للناس؟ هل نحن الامة التي قال فيها نبينا مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ هل نحن الامة التي قال فيها نبينا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا احبار محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، دخل الصليبيون العالم الاسلامي ووصل لويس التاسع الى دمياط وهو في طريقه الى المنصورة ومعه
وخرج المصريون بأسطول ضعيف بمراكب صيد لا تشمل ولا تغني من جوع، لكن على ظهر هذه المراكب رجال كما جاء في الأثر: إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. على ظهر هذه المراكب برجال باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، كما قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. على ظهر مراكب الصيد الضعيفة رجال قال فيهم الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. وفي الحديث يقول مولانا جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. وصعد العز وكان شيخا فوق 90 من عمره على ظهر مركبه، فرأى عجبا، رأى الأسطول البحري الفرنسي يسد الأفق، رأى الأسطول والريح موافية له، ورأى الأسطول المسلم والريح تواجهه وتعارض سيره، فإذا به يرفع بصره إلى السماء ويشير بأصبعه إلى السماء وينادي والدموع تتحدر من عينيه، وكأن الريح تسمع وكأن الريح تعقل، ينادي: يا ريح خذيهم، يا ريح خذيهم، يا ريح خذيهم. فما هي إلا لحظات حتى تغير الريح اتجاهها وتغير مسارها وتقذف قوارب الفرنجة تلقي بها على اليم يمينا ويسارا، ويتقدم المسلمون فيقسمون ظهورهم ويقطعون طريقهم، ويوصل لويس التاسع ملك فرنسا ويربط في القيد في دار ابن لقمان في المنصورة. أرأيتم أحباب محمد صلى الله عليه وسلم متى كان هذا؟ يوم كانت مصر عظيمة وستظل عظيمة إلى يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. يوم كانت الأمة عظماء يجمعون ولا يفرقون، يوحدون ولا يشتتون، يأخذون بيد الأمة إلى الوحدة، شعارهم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يوم يتنازل المرء فينا عن حقه كرامة لله رب العالمين، يوم يكون شعارنا: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يوم يكون شعارنا: فاصفح الصفح الجميل. يوم يكون شعارنا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يوم تسمع شتمتك بأذنك وتقول له: سامحك الله رب العالمين. يوم تسمع من يسبك وتقول له: سامحك الله رب العالمين. يوم نختلف سويا ثم نفوض الأمر لله رب العالمين. يوم نقول كما قال الإمام الشافعي لصاحبه يوم اختلف معه، قال له: يا فلان، أما ترضى إذا اختلفنا في مسألة أن نبقى أخوين متحابين في الله؟ يوم نقول كما قال الرجل الصالح يوم اختلف مع زميله في المسجد أمام الناس: هذا يدلي بحجته وهذا يدلي بحجته، وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض، ودبت في النفوس ما في النفوس. فإذا بالشيخ يقول لصاحبه: غدا نتعاتب. قال له: لا، ما تقولش كده، بل قل غدا نتغافر. غدا بعضنا يغفر لبعض ويعفو بعضنا عن بعض ونصفح عن بعض
ونسامح بعض. يوم تكون هذه هي طريقتنا، يوم نضع نصب أعيننا كلمة الصحابي الجليل علية بن زيد. يا أخي احنا مش طايقين نفسنا، يا أخي احنا مش طايقين نفسنا. ده لو ابنك قال لك كلمة بتقوم عاوز تفضل في دماغه، فبالك لو جارك، فبالك لو صاحبك. ليه؟ لأن الإيد جرت على السلاح، مسكت بطة ومسكت سيف ومسكت مدفع، وبقى ده كله في ايدنا كتير. عشان كده ذهبت لغة العدل وذهبت لغة الصبر. يا اخي اتعلم من سيدنا علي بن زيد الصحابي الجليل. يوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يأخذه معه الى الجهاد، فقام علي بن زيد في جوف الليل يبكي ويصلي، وبعد ما خلص صلاة رفع ايده للسماء وقال له يا رب اللهم اني لا اجد في يدي ما اتصدق به، اللهم اني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة هي لي عنده من نفس او عرض او مال. بيقول له يا رب اللي ظلمني انا مسامحه، اللي شتمني انا مسامحه، اللي اتكلم عليا انا مسامحه. يا ترى نقدر نقول الكلام ده؟ يا ترى نقدر نقول الكلام ده؟ انا اقدر اقوله. هل تستطيع ان تقوله؟ انا اقول اللهم اني قد سامحت كل من شتمني او سبني او عاب او تحدث او لام بغير حق، ذلك كله في سبيلك، ارجو بذلك مرضاتك وارجو بذلك غفرانك يوم القيامه. نقدر كلنا نعمل الحكايه دي، نقدر نتجمع، نقدر نجتمع، نقدر نستيقظ للعدو المتربص لنا. احباب محمد صلى الله عليه وسلم دخل الاحتلال الفرنسي لمصر، ودخل نابليون بونابرت وضحك على المصريين، وجمع علماء الازهر وعمل ديوان. انتوا فاكرين الديوان اللي عمله بريمر في العراق لما سماه ديوان وحل الجيش وإلهه؟ بونابرت عمل ديوان جلده بريمر الامريكاني من سنين. نابليون عمله من 300 سنة، جمع فيه 9 من علماء الازهر عشان يضحك عليهم وعشان يقول لهم انا محب للاسلام ومحب للنبي، وكان ينتظر المناسبات الدينية والبعض، الا انه ارحت الامة بالضرائب وصل